اليوم ضرورة إدماج اللغة الكردية وإصدار مناهج باللغة الكردية من أجل هؤلاء الأبناء الذين منذ ما يقارب 15 عاما يدرسون باللغة الكردية، وليس تحديد حصص كساعتين وثلاثة. أنت كمثقف من مدينة الحسكة كردي، ماذا تطالب اليوم باسم هؤلاء الطلبة؟ طبعا نطالب باسم هؤلاء الطلبة مثل ما تفضلتي من 15 سنة لليوم، يعني اللي درس الصف الأول اليوم هو عم يدرس جامعة. نطالب أيضا الدولة أنه تحافظ على شهادات الطلاب من الصف الأول للجامعة ويضعوا اللغة الكردية مثل ما بيقولوا بأهميتها الخاصة فيها، تكون اللغة الكردية هي اللغة الثانية. واللي خلصوا بكالوريا واللي خلصوا في منهم خلصوا جامعات وفي منهم هلا تواسع وفي منهم المراحل الابتدائية، انه كمان تنضم للغة العربية مثل اللغة العربية، اللي اخذ بكالوريا كردية واللي اخذ بكالوريا عربي يكونوا سواسية في الدولة. اليوم هناك شعراء مثقفين كتاب عظماء باللغة الكردية ولهم ديوانات وكتب، ومنهم من تعرض للاضطهاد من قبل حكومة البعث. اليوم أنت أيضا من هؤلاء الكتاب والمثقفين، ماذا توجه كلمة للنظام الحالي أو الحكومة دمشق الحالية؟ النظام الحالي صراحة يعني في تغيير، مثل ما يقولوا تغيير جذري بين البعثي وبين اليوم. بس نتمنى من الحكومة ونتمنى من الرئيس ذاته أنه يدخل التدريس، يدخل المنهاج، يدخل اللغة الكردية الدستور السوري. اليوم الكردي أو المكون الكردي ماذا تعني له اللغة؟ اللغة هي الهوية، اللغة هي الحياة، اللغة هي كل شيء بالنسبة لأي إنسان، مو بس للأكراد. يعني بدون لغة، يعني في أي دولة بدون لغة، في أي بلد أو أي شخصية بدون لغة، معناتها اللغة هي الوطن، اللغة هي الأم، اللغة هي البلد، اللغة هي الحضارة، اللغة هي كل شيء، اللغة هي الإنسانية والأخلاق والمبادئ والقيم.